قراءة القرآن الكريم من القاهرة. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا صباح الخير، يا صباح البركة، يا صباح السعادة عليكي يا ست البنات. انت وهي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى روتين كده خفيف ودمه خفيف قوي على قلبي. انا يعني ده روتين يوم الجمعة باذن الله هنزل لكم السبت. كنت رايحين بقى انا والولاد الاستاد، قلت يتغيروا جو، كانوا عايزين يلعبوا كورة، وكنت اتفقت انا واخواتي، قلت ايه نروح مع بعض كلنا قبل ما ندخل بقى في زحمة الدروس، لان الدروس بدايتها السبت ان شاء الله. هنطلع بقى من درس ندخل درس في دوامة الدراسة. فقلنا لا نفرفش كده ونلم نفسنا، نقضي يوم نضحك فيه من قلبنا كده ونجمع مع بعض. عملت ايه؟ تتبيله الفراخ دي انا عاملاها من الفيديو اللي قبل كده، لما اشتريت يوم الخميس الفراخ وتبلتها وحطيتها بقى في التلاجة بتتبيلتها، ما حطيتهاش في الفريزر. تاني يوم اخدتها زي ما انتوا شايفين، حطيتها على البوتاجاز، بتبقى قطره ما بتنشفش عن الفرن. بسيبها لغايه ما تستوي خالص. لما بيكون فيها اي سوائل بفضيها، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بحطها في الصينيه، وهدخلها بقى تحت الشوايه تتحمر. وفي الوقت ده بكون عامله بقى مكرونه. انا اتفقت انا واخواتي ان احنا هنعمل مكرونه. في هتعمل رز بسمتي اصفر ودقوس وكده برضو مع الفراخ المشويه، وانا قلت هعمل مكرونه، وبرضو اختي التالتة قالت هتعمل مكرونه. واللي عملت صوابع زينب بقى، وعملنا فشار واشترينا لب. وكان يوم دمه خفيف وزي العسل. كان نفسي اصوره لكم كله، بس انتوا عارفين بقى اخواتي ملهمش في الميديا ولا يحبوا يظهروا ولا يحبوا اولادهم تظهر وكده. فانا على قد ما اقدر صورت المكان اللي احنا كنا فيه، دي تحضيرات وانا رايحه الاستاد. صحيت الساعه كام؟ صحيت الساعه 8 الصبح. قلت اطبخ بقى، شايفين الناس سامعه وشامه كده طبيخ الساعه 8 الصبح. قلت اعمل الفراخ واعمل المكرونه. اللي انا حطيته على المكرونه ده يا بنات، اللي هو اللي طلع من الفراخ، يعني دي الشوربه اللي نزلت. شايفين انا صفيتها خالص من اي بصل او اي حاجه. لقيتها فيها بهاريز كتير كده وشوربه، فقلت بدل ما ازود بميه المكرونه ازود بالشوربه دي، تدي المكرونه طعم حلو. وعلشان الجو حر قلت اعمل بالصلصه المعلبه، بلاش احط طماطم واحط بقى فلفل واحط الحاجات اللي انا بحطها وبصل في المكرونه، مع انها طعمها بيبقى روعه. بس قلت عشان الجو حر وممكن ايه مع الوقت الطويل الحاجه ايه المكرونه مثلا تبقى ريحتها مريحه او تحمض مننا، خلينا كده في المعلبه وخلاص. ندخل بقى على الفيديو بتاعنا. واول ما ندخل على الفيديو قبل ما نتزحم كده في الكلام، نبدأ ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. بشكركم على اي حاجة كتبتوها لي او بتسألوا عليا. والله العظيم انتوا اخواتي بجد. انا اخواتي كانوا 4، وانتوا كلكم زدتوا معاهم، انتوا عيلتي التانية الكبيرة. يعني دول عيلتي الصغيرة، انتوا عيلتي الكبيرة اللي بفضفض معاكم. يمكن انا ما بقيتش اتكلم مع اخواتي قد كده على قد ما بكلم معاكم انتم وبفضفض معاكم، وحاسه كده ان انتوا قريبين مني، بتسمعوني، بتدوني رأيكم. بجد بجد والله. انا بعشق ان انا افضفض معاكم، بحس براحه نفسيه. وبعدين ان ما كناش نفضفض مع بعض كده ونقول اي حاجه مع بعضينا كده يا بنات، هنفضفض مع مين؟ ملناش حد تاني والله نفضفض معاه. احنا كده بنات للبنات، كده البنات لبعضيها والستات لبعضيها كده. محدش هيحس بوجعك غير اللي جربت تجربتك، اللي هي في وضعك. والله العظيم ممكن اختك تبقى، شوفوا اختك اهي، بس هي بتمر بظروف او وضعها غير وضعك، مش هتحس برضو بيكي. هي هتزعل عليكي، هتعوز تقولك حلول، بس مش هتحس بنفس وجعك غير واحدة موجوعة زيك. اه تعرفي تتكلمي معاها او تاخدي حتى رأيها في اي حاجة. حبيبة قلبي اللي كانت سألتني وانا علقت لها، وحسيت ان انا تعليق يعني ايه مش كفاية كده، عايزة اقول لها في الفيديو تعمل ايه. هي كانت قالت لي ان هي شقتها صغيرة، وكمان ان هي عايزة توظف فيها وخايفة، عايزة كلها امل ان هي تشتري بره او تنقل بره، فمش عايزة تعمل اي حاجة في الشقة بتاعتها او تصرف عليها على الفاضي، وبعد كده تحس ان هي هتنقل بقى. بصي يا حبيبة قلبي، انت لو انت معاكي مبلغ هتجيبي بيه شقة، هقولك ماشي.
خلي فلوسك معاكي وروحي اشتري الشقة وجهزيها واحدة واحدة، واعملي اللي نفسك كله فيها. طب يا أمونة، لو أنا معيش الفلوس دي، انا لسه عايزة عندي امل كده، او محوشتهاش او اي حاجة، او معايا مبلغ صغير، يبقى متصعبيش عليكي دنيتك يا حبيبة قلبي. جددي في شقتك حتى لو بحاجات بسيطة تحسسك كده ان انتي عايشة في مكان رايق، مكان انتي حباه. بصي، انتي لما تصحي وتقومي وتنامي على مكان انتي كارهاه، او كارهه شايفة ان هو مش اللي هو، او مخنوقة فيه، عمرك ما هتحسي براحة ابدا فيه. فانتي بالراحة كده حبي المكان اولا وارضي عنه، يعني الشقة الصغيرة دي ارضي عنها، احسن بكتير من سكن بره. هقولك على حاجة، انا كان عندي شقتي والله كانت صغيره وكنت بحبها جدا، وسبتها لظروف، والله ظروف ربنا هو لوحده بس اللي يعلم بيها، كان يعني بين نفسيتي وبين ان انا اسيب الشقه. وكنت فاكره ان الدنيا سهله كده، وجيت وسكنت في الشقه دي. طب ما اقولكيش إن هنا الشهر بيجي ورا الشهر، والايجارات بقت غاليه جدا. فاوضه واحده بس انتي قاعده فيها تمليك، والله العظيم ببص برقبه شقة تكون زي دي إيجار، تكون واسعة وكبيرة وحاطة فيها حاجتك كلها. أنا حاجتي كانت ملمومة وبيتي كان ملموم، لو ما كانش معايا النهاردة ما كنتش بنعي أي هم. لكن إن أنا أصحى وأنام عندي إيجار، أبقى مش ناعية هم الأكل وشرب العيال ومصاريف العيال، على قد ما أنا ناعية هم إن أنا عندي إيجار بكرة لازم أسده، وأبقى خايفة حاجة تبوظ في الشقة عليا، لازم اسلم الشقه زي ما هي. غير لما تبقى انت شقتك بتبقي بتدقي وبتكسري فيها براحتك، محدش ليه عندك حاجه. فهو يا حبيبتي اوضه 4 حيطان مقفولين عليكي بتوعك انتي، احسن 100 مرة من قصر ايجار. لو انتي هتجيبي معاكي تمن شقة وهتعملي، هتصرفي، ما هتقولي هصرف هنا على الفاضي، لا خلاص روحي اشتري الشقة وابدأي فيها بالراحة. حتى لو سكنتيها وهي، بصوا يعني، بلطيها ما بلطيهاش حتى، ورحتي حطيتي الاساسيات وقعدتي فيها، اهي شقتك برضو تمليك، وهتبقى بتاعتك وهتبقي مرتاحة نفسيا، وتعمليها بقى وتوضبيها براحتك. لكن فلوسها مش موجودة وانتي قاعدة في المكان حاسة بخنقة فيه، يبقى انتي هتفضلي حاسة بخنقة فيه. والمكان بصراحة طول ما انتي ما بتديهوش، وطول ما انتي مستخسرة فيه اي حاجة، بتلاقيه يمسك فيكي بايديك واسنانك. فانتي وضبي حاجات، مش لازم كل الفلوس اللي معاكي، على قد ما تقدري اعملي اي حاجة. لو انت عندك الحيطان شكلها مثلا مش كويسة، لا بيضيها، البيض، وفتحي في الالوان كده، خلي الدنيا تنور عندك. البيض بيخلي الشقة الدنيا تنور. هاتي شوية مفروشات على قدك كده بسيطة. لو انت الانتريه بتاعك مثلا لونه مش عاجبك وحاسة ان هو متهالك، هاتيله فرش، ما بقولكيش وضبيه او منجديه من اول وجديد، هاتيله فرش غطيه بيه، هيحسن برضو من نفسيتك ان انتي عملتي حاجة جديدة. هاتي شوية زرع كده، هاتي شوية حاجات كده، حاجات ما تأثرش معاكي قوي، بس هتحسسك براحة نفسية. لو انت عندك جدار حاسة ان هو مضايقلك الدنيا بحالها، هاتي حد يكسرهولك وافتحيه مثلا، افتحي أوضة على صالة تعمل عندك وسع، هتلاقي 100 حل. لو انت عايزة تعملي بيتك بتحبيه وعايزة تعملي فيه اي حاجة، هتلاقي 100 حل يخليكي توسعي وتخلي الدنيا عندك رايقة، ويحسن من نفسيتك. وخليكي راضية دايما عن المكان اللي انت فيه، لان انت برضو لو مش راضية عن عيشتك في المكان ده، والله لو في مكان واسع برضو مش هترضي عن عيشتك برضو فيه، هتحسيه ان هو بقى روخر، هو كمان ضيق عليكي. بالراحة كده. هتقولي طب افرضي انا وضبت الشقة وبعد كده حسيت ان انا هنقل في مكان تاني او جبت شقة تانية، الظروف اتعدلت، خلاص يا حبيبتي ده يبقى رزقك، والشقة القديمة مش هتخسري فيها اي حاجة، التوضيب اللي انت عملتيه. اولا لو جيتي، لو هي بتاعتك تمليك، لو جيتي تبيعيها هتجيب لك سعر اكتر، لان انت موضباها ومخليها كويسة. لو انت برضو حبيتي ان انت ما تبيعيهاش وتستثمري فيها وان انت تأجريها، على اساس ان انت مثلا تاخدي فلوسها كل شهر يبقى عائد كده، برضو هتبقى التوضيب اللي انت وضبتيه برضو هيبقى استثمار ليكي، هيعلي في سعر الإيجار. الشقة المتوضبة غير الشقة اللي هي مش متوضبة. فما تضايقيش الدنيا عليكي، وربنا يكتب لك الخير يا رب، ويكتب لك كل حاجة كويسة، ويوسع عليكي وعلينا، ويرزقكم يا بنات كل ما بتتمنوا، انا وانتم اللهم امين يا رب العالمين.
هنا بقى عملت ايه، انا غسلت المواعين، قلت علشان لما ارجع بالليل ما الاقيش كوم المواعين اللي مستنيني كده في المطبخ. انك تخرجي طول النهار بره وترجعي كده، اما تلاقي الشقه نظيفه وتلاقي ان انت عندك مواعينك ودنيتك، خلاص عايزه تعملي كوبايه الشاي او القهوه وتقعدي على السرير لحد ما تنامي من طول النهار. عملت ايه بقى علشان نوضب؟ انا هنا كنت خلاص بقى قلت اوضب علشان الكل بيتصل يلا بقى جهزي. الاولاد كنت لبستهم، وقلت اوضب بقى الاكل بتاعنا عشان اخده سخن كده. دي اللانش بوكسات بقى بتاعت العيال، لما ما بيستخدموهاش طول الاجازه انا ببقى بستخدمها كده ايه، للرحلات، احط فيها اكل، احط فيها اي حاجه. حطيت بقى شويه مخلل نفتحوا نفسنا. هنا جبت العلب دي ووفرت معايا كتير قوي يا بنات، غير كل مره كنت كل مره باخد اطباق ومعالق وكلام من ده. لا النهارده بقى في العلب دي حطيت فيها المكرونه وحطيت فيها الوجبات كده. ما تنفعش بس اللي مثلا لمكان انت خارجه فيه، تنفع كمان للمصيف. اعمليها كده بالعدد، كل واحد حطي له مثلا الجزء اللي هو بياكله او بيحبه، حطي له الكميه اللي هو بياكلها. يعني الكبير طبعا مش زي الصغير، انت عارفه اولادك بياكلوا قد ايه. يعني في عندي بتاكل معلقه واحده بس، ما هقدرش بقى واحط لها كتير ويبوظ، لا اشيل الباقي، احط لها على قد ما بتاكل واحط لها الحته اللي مثلا بتحبها. عندي اللي بيحب من الصدر، عندي اللي ما بيحبش غير الورك، يبقى كل واحد عارف حتته ايه. وهتقفليهم هتحطيهم وتحط لهم بقى معلقه، يعني جبت كمان معالق. بس انا ما كنتش لسه جبتها هنا، انا جبتها واحنا رايحين في السكه. يعني واحنا رايحين في السكه قبل ما نركب توك توك بقى ويطلع بينا على الاستاد الرياضي، قلت بقى يلعبوا هناك كوره. الاستاد واسع وهوريه لكم في اخر الفيديو، واسع جدا وكله بقى ايه، العيال بتلعب رياضه وبيجروا. وانا كنت محتاجه كده العيال تروح تجري وتلعب وتتنطط، وانتوا عارفين الصبيان بيحبوا الكوره. فقلت بدل ما نتجمع في البيت عند ماما ونبهدل الدنيا، لا نخرج والعيال تلعب براحتها وما نبهدلش الدنيا. وكمان قلت كفايه عليهم بقى خنقه البيت، يعني ده خلاص داخلين على الدروس والعيال ما عملوش اي حاجه طول الاجازه. خرجنا كذا مره يعني معدودين على الصوابع، ولا رحنا بقى اتفسحنا ولا صيفنا زي اللي صيفهم. انا شايفه الناس كلها في اللي في مطروح واللي في اسكندريه، ربنا يسعد الكل، اللهم امين يا رب. احنا ما بنقرش يا بنات، والله ما بنقر، احنا عنينا حلوه وما بنقرش. بس احنا بقى قاعدين في البيت، قولوا لي بقى مين فيكم اللي قاعده زي حالات امونه كده، صيف وشتاء قاعده في البيت كده، لا راحت صيفت لا يمين ولا صيفت شمال. اخرنا بقى ناخد العيال نلففهم في الحر كده يلعبوا شوية كورة ونعمل الواجبات الحلوة دي ونقضي اليوم. بس والله كان يوم ممتع وكان يوم حلو قوي، وقعدنا نلعب فيه احنا والولاد، قالوا لنا تعالوا العبوا معانا، دخلونا في العابهم كده. والواحد ضحك وبقى يضحك ضحكة من قلب من زمان ما ضحكهاش. والله يوم كان ممتع. لو تقدروا تسعدوا نفسكم ما تستنوش حد يسعدكم، تستنيش راجل ياخدك من ايديك يا حبيبة قلبي ويسعدك. انتي خدي اولادك وروحي ابسطي نفسك وسعيدي نفسك. شايفين الاكل شكله يفتح النفس، والفراخ بقى شويتها وش وظهر وحطيت لها فحمه وخليتها زي الفل. وعايزه اقول لكم ان انا اللي كنت محتاجه اليوم ده اكتر من الولاد، انا اللي بقيت اضحك فيه زي العيال الصغيره، وعايزه العب فيه والله ونتمشى ونروح ونيجي، متهيألي نجري و... وبصوا كان يوم ممتع. الحمد لله، ربنا يديمها علينا بالخير يا رب. طبعا قفلت بقى العلب دي، والعلب دي استحالة انها تتفتح، وفضلت محافظة على حرارة الأكل كده لغاية ما أكلنا. يعني احنا رحنا ما أكلناش على طول. أختي بقى الله يبارك لها أم محمد كانت ايه عامله لنا بقى قرص سخنه بالعجوه، وانا عملت شاي هتشوفوه دلوقتي هعمله معاكم. وعملت كمان نسكافيه بقى، وقعدنا طلعنا القرص وفطرنا، وجبنا لب بقى وكانوا عاملين فشار. وكنا بصوا احنا هيصنا، وبصوا مفيش بعد كده. انا عبيت بقى علب الاكل والباقي حطيته في العلبه البلاستيك دي. انا حطيت زيادات، قلت برضو ممكن حد يلعب مع الاولاد، ساعات بيبقى فيه اصحاب هناك ليهم، قلت مثلا عيل ياكل ولا اي حاجه يبقى احنا معانا زيادات. انا بقول لكم هنا انا عامله النسكافيه اهوت، كنت فاكره برضو ايه ان انا بصور، بس انا عملت النسكافيه حطيتهم بقى في الحاجات اللي هي ايه الصغيره دي. وهنا بقى الترمس الكبير بتاعي ده مليته شاي. وبعد ما خلصته وقفلته لقيت وقفلت الكاميرا، لقيت ان هو مش مكفي. يعني في شاي عندي بره كتير، قلت خساره بدل ما اسيبهم، لا حطيتهم في ترمس تاني. وهنا بقى كنا نزلنا انا والولاد ورحنا الاستاد. هفرجكم بقى على الاستاد جميل ومناظر حلوه قوي.
الشباب حلوة ربنا يبارك فيهم يا رب، بيلعبوا كورة وبيروحوا كل جمعة، وأنا وأولادي يعني الفترة دي قُلت لهم إن شاء الله نواظب كده ونروح، علشان إيه، برضه العيال تطلع من الكبت اللي هُم فيه. إحنا بقى اللي قاعدين في الشجرة اللي تحت الشجرة اللي في الجنب ده، جنب السور الأزرق الأولاني ده، عند إيه، الزحاليق كده، العيال اخترنا مكان دايمًا بنروح علشان العيال بقى تقعد تتزحلق قدامنا، وفي مراجيح قدامنا كده في المكان اللي هو بعد السور الأزرق ده، إحنا بنقعد فيه. وده شايفين ما شاء الله عليه اليوم ده النهارده كان من حظنا، على قد ما إحنا رايحين الشمس كانت طالعة، لقينا مرة واحدة الدنيا ضلّلت كده، ولقينا في نسمة هوا جاية لنا، وكان يوم حلو. هو ما شاء الله في طبعًا كافتيريا، في ملعب للتنس، في طبعًا كُلّه كرة قدم. مكان كبير جدًا، وفيه طبعًا مدرجات بقى، في ملعب كبير أوي ليه مدرجات، برضه رُحنا وقعدنا عند المدرجات علشان اتفرجنا من فوق كده، ده الملعب ده بيعملوا بقى فيه مباريات طبعًا كبيرة. وكل العيال والله ممكن في اللي رايحين بأهاليهم وفي اللي مش رايحين، يعني العيال عارفين خلاص بيسلوا نفسهم يوم الجمعة، بياخدوا الكورة بتاعتهم هُم وأصحابهم وبيروحوا يلعبوا، ده بقى الملعب الكبير، ودي المدرجات اللي هي إيه، في الجنب. ما خدتهمش رُحت مثلًا بيهم كافيه والّا أي حاجة ليه، ما بيستمتعوش. أخدتهم قبل كده في الحديقة اللي جنبي، أنا جنب بيتي الحديقة اللي هي الأسرة والطفولة، لو رُحنا برضه مرّة هاصور لكم فيها، بس العيال ما بتستمتعش غير هنا في الواسع، بيلعبوا كورة بقى براحتهم إحنا ما بنشوفهمش أصلًا، بيلمّوا نفسهم ويروحوا ياكلوا ويروحوا يلعبوا كورة، هنا يروحوا يلعبوا كورة، إحنا بقى قاعدين في الجنب ده، والعيال زي ما أنتم شايفين بيلعبوا كده حوالينا. وده كان يومنا باختصار يا بنات كله، كان يوم حلو وممتع، وحبيت فيه أشارك معاكم أنا عملت إيه وجهزت إيه للفسحة. طبعًا ما صورناش أكل ولا شرب ولا أي حاجة، لأن أنتم عارفين إخواتي ما بيحبوش إن هُم يظهروا ولا يظهروا أولادهم ولا كده، فقُلت خلاص صورت لكم بس الاستاد وكده، وهنا خلاص كان اليوم خلص ومشينا بالليل وخلص الفيديو، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.